السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي. أنا معاكم أستاذ خالد عبده، وهنكمل رحلتنا في مادة الرياضيات وبالأخص في الجبر، وهنتكلم في الجزء الأول عن الفترات. لكن خلونا في البداية نحل السؤال الختامي بتاع الدرس اللي فات. السؤال كان بيقول رتب الأعداد الآتية تنازليا: جذر 66 سالب جذر 24 جذر 48 6 سالب 7 سالب جذر 66. زي ما اتفقنا عشان نرتب الاعداد دي لازم نوحد شكلها الاول كلها. فلما نيجي نوحد شكلها ونظبط الدنيا ونرتب تنازليا من العدد الكبير للعدد الصغير، هنحصل على الترتيب التنازلي واللي هو جذر 66 وبعدين جذر 48 وبعدين الستة وبعدين سالب جذر 24 وبعدين سالب 7 وبعدين سالب جذر 66. طيب ودلوقتي تعالى نشوف الدرس بتاعنا واللي بيتكلم عن الفترات. لكن خليني في البداية كده أسألك سؤال: هو أنا لو حبيت أكتب مجموعة الأعداد الصحيحة اللي هي أكبر من أو تساوي سالب 2 وأقل من 3 بطريقة الصفة المميزة، تفتكر ممكن نعمل الكلام ده إزاي؟ طبعا بمنتهى البساطة ممكن نعبر عنها بالشكل دوت: س بتساوي س حيث س بتنتمي لصاد، والسين هنا أكبر من أو تساوي سالب 2 وأقل من 3. وطبعا دي أعداد صحيحة. والمجموعة دي نقدر نعبر عنها برضو بطريقة تانية وهي طريقة السرد، عن طريق احنا نعبر عنها بالشكل دوت: سالب 2 وبعدين سالب 1 وبعدين 0 وبعدين 1 وبعدين 2. وقدرنا نعبر عنها هنا لأن دي أعداد صحيحة. ونقدر نمثل المجموعة دي على خط الأعداد عن طريق دايرة مظللة تمثل كل نقطة. طيب تخيل بقى لو جبت لك مجموعة تانية واللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية الأكبر من سالب 3 وأقل من أو تساوي 5، وقلت لك برضو عبر لي عنها بطريقة الصفة المميزة. ما عندناش أي مشكلة خالص، هنقدر نعبر عنها بالطريقة دي واللي هي س حيث س بتنتمي لح، والسين أكبر من سالب 3 وأقل من أو تساوي 5. طيب لو قلت لك بقى نقدر نعملها بطريقة السرد، طبعا استحالة، لأن الأعداد الحقيقية زي ما أنت عارف هي بتشمل أعداد نسبية وأعداد غير نسبية، بعكس مجموعة الأعداد الصحيحة اللي احنا قدرنا نعبر عنها بطريقة السرد. أما هنا عشان مجموعة الأعداد الحقيقية مش هقدر أعبر عنها بطريقة السرد، وجي دور الفترات هي اللي هتقدر تساعدنا ان احنا نعبر عن طريقة الصفة المميزة بشكل تاني. والفترات دي عبارة عن مجموعات جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية. والفترات بالنسبة لنا بتنقسم إلى نوعين: أول نوع هي الفترات المحدودة، وتاني نوع الفترات الغير محدودة. تعال أول حاجة الفترات المحدودة. الفترات المحدودة يعني الفترات المنتهية، ودي بيبقى ليها 3 أشكال. الشكل الأول هي الفترات المغلقة، ودي بنستخدمها لما تكون علاقات التباين فيها علامة تساوي. فمثلا لو كان عندي مجموعة س حيث س بتنتمي لح، والسين أكبر من أو تساوي سالب 3 وأقل من أو تساوي 4، فدي أقدر أعبر عنها بصورة فترة كالآتي: هنكتب أول حاجة الأرقام بتاعتنا سالب 3 وبعدين 4، والراعي دايما إن الرقم الصغير هو اللي يتكتب الأول وبعدين الرقم الكبير. وبعدين بنكتب أقواس بالشكل دوت تكون بتبص للداخل، وخد بالك إن الأقواس ديت مختلفة عن أقواس المجموعة، وكذلك مختلفة عن أقواس الزوج المركب. وبالتالي الفترة المغلقة اللي قدامك دي اللي هي سالب 3 و4 هي بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن مجموعة الأعداد الحقيقية اللي ما بين السالب 3 وال4 بما فيهم برضو السالب 3 وال4 نفسهم. يعني نقدر نقول إن السالب 3 هنا بتنتمي للفترة المغلقة سالب 3 و4، وكذلك ال4 بتنتمي للفترة المغلقة سالب 3 و4. النوع الثاني بقى من الفترات المحدودة هي الفترات المفتوحة، ودي بقى بنستخدمها لما تكون علاقات التباين ما فيهاش علامات التساوي. فمثلا لو عندنا مجموعة س حيث س بتنتمي لح، والسين أكبر من سالب 1 وأقل من 5، فدي برضو نقدر نعبر عنها بصورة فترة كالآتي: هنكتب السالب 1 الأول وبعدين ال5، مع مراعاة طبعا إن العدد الصغير هو اللي بيتكتب الأول وبعدين العدد الكبير، وبعدين هنعمل أقواس ولكن المرة دي بتبص للخارج. وده طبعا بيكون لما تكون علامات التباين ما فيهاش علامات تساوي. وبالتالي الفترة اللي بتعبر عن المجموعة دي هي الفترة المفتوحة سالب 1 و5، وده معناه كل الأعداد الحقيقية اللي ما بين السالب 1 و5 بس، ولا السالب 1 معانا ولا 5 معانا. عشان كده نقدر نقول إن السالب 1 لا تنتمي للفترة المفتوحة سالب 1 و5، وكمان ال5 مش بتنتمي للفترة المفتوحة سالب 1 و5. أما الشكل الثالث بقى من الفترات المحدودة هي الفترة النص مغلقة وفترة النص مفتوحة، ودي بنستخدمها لما تكون علاقات التباين فيها علامة تساوي واحدة بس، زي المجموعة اللي معانا دلوقتي دي: س حيث س بتنتمي لح، والسين أكبر من أو تساوي 0 وأقل من 2. فاحنا برضه نقدر نعبر عن المجموعة دي بصورة فترة بنفس الأسلوب اللي فات بالظبط. هنكتب العدد الصغير اللي هو 0 وبعدين العدد الكبير اللي هو 2.
لو انت لاحظت علاقة التباين الأولانية فيها علامة تساوي فهنمثلها بقوس مغلق. أما العلاقة التانية ما فيهاش علامة تساوي فهنمثلها بقوس مفتوح. وهتكون الفترة اللي بتعبر عن المجموعة دي هي الفترة 0 و2، وهتكون عبارة عن مجموعة الأعداد الحقيقية اللي ما بين الصفر والاتنين، والصفر معانا بس الاتنين مش معانا. يعني نقدر نقول إن الصفر بينتمي للفترة 0 و2، أما الاتنين لا تنتمي للفترة 0 و2. طيب بعد ما عرفنا إيه هو النوع الأولاني من الفترات، تعال نشوف النوع التاني واللي هي الفترات غير محدودة. فمثلا لو كان عندي مجموعة س حيث س بتنتمي لح والسين أكبر من أو تساوي التلاتة. س أكبر من أو تساوي التلاتة دي معناها إيه؟ معناها كل الأعداد اللي هي أكبر من التلاتة لحد فين طبعا؟ لحد ما لا نهاية بما فيهم التلاتة نفسها. فدي نقدر نعبر عنها في صورة فترة إزاي؟ هنكتب على طول أول حاجة التلاتة الأول، وبعدين الما لا نهاية هنرمز لها بالرمز دوت. ولو أنت لاحظت إن علاقة التباين هنا فيها علامة تساوي فهنعمل قوس مغلق عند التلاتة. أما الناحية التانية علامة ما لا نهاية دايما القوس بتاعها بيبقى مفتوح، وبالتالي يبقى الفترة اللي بتعبر عن المجموعة دي هي الفترة 3 وما لا نهاية. ومعنى كده إن التلاتة بتنتمي للفترة 3 وما لا نهاية. طيب لو مثال اتغير وكان عبارة عن س حيث س بتنتمي لح والسين أكبر من الخمسة، بنفس الطريقة برضو س أكبر من الخمسة معناها الأعداد الحقيقية اللي أكبر من خمسة لحد ما لا نهاية. وعلاقة التباين هنا زي ما أنت لاحظت ما فيهاش علامة تساوي، يبقى هتمثل بقوس مفتوح. يبقى هنكتب أول حاجة الخمسة وبعدين الما لا نهاية، وهنعمل قوس مفتوح عند الخمسة، والما لا نهاية ما تنساش دايما القوس بتاعها بيبقى مفتوح. وخد بالك هنا إن الخمسة لا تنتمي للفترة 5 وما لا نهاية. طيب لو اتغير الشكل وبقت عبارة عن س حيث س بتنتمي لح والسين أقل من أو تساوي الواحد، هنا بقى إيه الأعداد اللي أقل من أو تساوي الواحد؟ الواحد طبعا، والأعداد اللي أقل منه يعني الأعداد السالبة لحد سالب ما لا نهاية. فدي برضو نقدر نعبر عنها في صورة فترة. هنكتب السالب ما لا نهاية الأول وبعدين الواحد، لأن السالب ما لا نهاية هو رمز بيعبر عن أصغر عدد سالب. والسالب ما لا نهاية هنا القوس بتاعها هيبقى مفتوح زي الما لا نهاية بالظبط. أما الواحد علاقة التباين لو أنت لاحظت فيها علامة تساوي فالقوس بتاعها هيبقى مغلق، وبالتالي يبقى الفترة اللي بتعبر عن المجموعة دي هي الفترة سالب ما لا نهاية لحد الواحد، والواحد هنا طبعا بينتمي للفترة سالب ما لا نهاية وواحد. طيب تعال نشوف آخر مثال وآخر شكل مثلا من الفترات الغير محدودة. لو جه قال لي مجموعة س حيث س بتنتمي لح والسين أقل من الصفر، برضو الأعداد اللي أقل من الصفر هي الأعداد السالبة. يبقى هنعبر عن المجموعة دي في صورة فترة عن طريق إن احنا نكتب سالب ما لا نهاية الأول وبعدين الصفر، والسالب ما لا نهاية زي ما اتفقنا القوس بتاعها مفتوح، وكذلك الصفر القوس بتاعها يبقى مفتوح لأن علاقة التباين هنا ما فيهاش علامة التساوي. وخد بالك هنا إن الصفر لا ينتمي للفترة سالب ما لا نهاية وصفر. طيب وبعد ما عرفنا أنواع الفترات وشفنا الفرق ما بين كل نوع، تعالى دلوقتي نشوف مثال. المثال بيقول اكتب كل من المجموعات الآتية على صورة فترة ومثلها على خط الأعداد. النقطة الأولى س حيث س تنتمي لح وس أكبر من أو تساوي السالب 2 وأقل من أو تساوي التلاتة. أما بالنسبة للنقطة الثانية س حيث س تنتمي لح والسين أكبر من أو تساوي 3. طيب نيجي بقى للنقطة الأولى واللي هي س حيث س تنتمي لح والسين أكبر من أو تساوي السالب 2 وأقل من أو تساوي 3. زي ما أنت خدت بالك هنا إن علاقة التباين فيها علامة التساوي، وبالتالي يبقى الفترة بتاعتنا هنا هي فترة مغلقة. فهنكتب الأول الأعداد بتاعتنا من الصغير للكبير، السالب 2 الأول وبعدين التلاتة، وبعدين نعمل أقواس مغلقة، وبالتالي يبقى الفترة اللي بتعبر عن المجموعة دي هي الفترة المغلقة سالب 2 و3. طيب إزاي بقى نمثل الفترة دي على خط الأعداد؟ بمنتهى البساطة هنرسم خط الأعداد بتاعنا، وبعدين هنيجي عند النقطة سالب 2 ونمثلها بدايرة مظللة، ومظللة ديت علشان القوس مغلق، يعني لو كان القوس مفتوح الدايرة بتاعتنا ما كناش هنظللها. ونفس الكلام هنيجي عند النقطة 3 ونمثلها برضو بدايرة مظللة، وبعدين نظلل كل الأعداد اللي بتقع ما بين العددين دول، وهيكون الجزء الممثل ده هو اللي بيعبر عن الفترة المغلقة سالب 2 و3. نيجي بقى للنقطة الثانية واللي بتقول س حيث س تنتمي لح والسين أكبر من أو تساوي التلاتة. طبعا هنا الأعداد بتاعتي رايحة إلى الما لا نهاية، وزي ما انت شفت هنا علاقة التباين فيها علامة تساوي. فنعبر عن المجموعة دي بصورة فترة عن طريق إن احنا نكتب 3 في الأول وبعدين ما لا نهاية. وزي ما انت شفت هنا إن علاقة التباين فيها تساوي، يبقى التلاتة هنمثلها بقوس مغلق، وزي ما انت عارف خلاص وقلنا قبل كده إن ما لا نهاية بنمثلها بقوس مفتوح.
يبقى الفترة اللي بتعبر عن المجموعة دي هي 3 إلى ما لا نهاية. طيب لو عايزين بقى نمثلها على خط الأعداد بنفس الطريقة بالظبط، هنرسم خط الأعداد بتاعنا، هنيجي عند النقطة 3 ونمثلها بدايرة مظللة، وبعدين شعاع بيمتد إلى الأعداد الموجبة، وبعدين نظلل الأجزاء دي كلها علشان نعبر عن الفترة 3 إلى ما لا نهاية. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من الدرس، الفترات. تعال نشوف أهم النقاط اللي اتكلمنا عنها. زي ما اتفقنا إن الفترات هي عبارة عن مجموعات جزئية من مجموعة الأعداد الحقيقية. وقلنا الفترات ديت بيبقى فيه منها نوعين، فترات محدودة وفترات غير محدودة. الفترات المحدودة زي الفترة المغلقة، زي مثلا لما نقول الفترة 3 و7. أما الفترة المفتوحة زي مثلا لما نقول الفترة المفتوحة -1 و0. أما الشكل الثالث هي الفترة النص مفتوحة أو النص مغلقة، زي مثلا 2 و4 أو 1 وما لا نهاية. وما تنساش تحل السؤال الختامي بتاع الدرس دوت، واللي بيقول اكتب كل من المجموعات الآتية على صورة فترة ومثلها على خط الأعداد. النقطة الأولى بتقول س حيث س تنتمي لح، والسين أكبر من 0 وأقل من 4. أما النقطة الثانية هي س حيث س تنتمي لح والسين أقل من 1. أسيبكم مع السؤال دوت ونحله إن شاء الله في الجزء الجاي. أشوفكم على خير. لمزيد من الأسئلة حل تدريبات كتاب الأضواء وتدريبات بنك الأسئلة من خلال اللينك الموجود على الشاشة. ولو في سؤال مش عارف تحله ادخل على موقع أو أبليكيشن الأضواء واضغط على اسأل مدرسك واكتب سؤالك وهنجاوب لك عليه. وما تنساش تشترك دلوقتي على قناتنا على اليوتيوب. خليك متابع، خليك في الأضواء.